السلام عليكم متابعينا، جوسبيغ تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. توداي في هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيفاش دير شكايه عند اوزون اكسبريس. غادي نعطيك رقم الهاتف الرسمي ديالهم وكيفاش دير شكايه في السيت ديالهم. المهم الا كنتي اول مره تشوفني ما تنساش تخلي ابوني وشي تعليق زوين، ويلا بينا مباشره على الشرح. تطابي في جوجل كروم اوزون اكسبريس .ma وتطلع معك الصفحة الرئيسية ديال شركة اوزون. تتحدد هنايا تدير رئيسية، ولا هي ديجا كتكون بار ديفو رئيسية، وتتهبط اخر حاجة هي للتواصل معنا. ها هو حاطين لك رقم الهاتف ديالهم والبريد الالكتروني، تختار واش بغيتي تتواصل معهم عن طريق البريد، عن طريق الهاتف او البريد. الطريقة الثانية هي من تدخل الكاونت ديالك في اوزون اكسبريس، تدوز الجنب كاع، وغادي تلقى الريكلاماسيون، هاد القسم مختص بالريكلاماسيون او الشكاية. تضغط وتدير بليس نوفيل ريكلاماسيون، اضافة شكاية جديدة، ومن بعد تدير الاوبجي يعني الهدف، واش المشكل اللي باغي دير عليه شكاية ديال الروتور ديال الراماساج، واش ديال باغي تانولي شي كوليا، فهمتي؟ المهم تتحدد ضروري الاوبجي والكوليس كود. هذيك الكوليا اللي باغي دير عليها الريكلاماسيون مثلا تعطلت ولا باغي تانوليها، تجيب الكود ديالها من هنايا، من لا تضغط هنا كوليس، تطلع لك الليست ديال الكوليس وتجيب الكود ديالها وتطابيه هنايا، تدير المدينة وتدير هنايا الميساج شنو باغي تكتب ليهم. مثلا غدير ليهم المرجو منكم إعادة هذه الطلبية، ونشوف حتى الميساج اللي بغيتي تكتب صافي. من بعد كدير انجستري، تأكد راه كاين غير 3 الحوايج اللي مطلوبين منك، عفوا 4. هاد الرابعة اللي بغيت ديرها ما ديرهاش ماشي مشكل. لوبجي، الهدف، الكود ديال الكوليا اللي باغي دير على اساسها شكاية، المدينة، والميساج اللي باغي تخلي الفريق ديال الدعم السيبورت ديال اوزون اكسبريس. كدير انجستري. وتحياتي، ولا وصلتي لهنايا ما تنساش تخلي لنا ابوني، بارطاجي الفيديو مع صحابك، ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. وتحياتي.